فيلمنا بيبدأ من حوالي 50 سنة، ووقتها بنشوف سباق بين أخين، واحد اسمه أنطوان والتاني أنفريو، وبنعرف ساعتها إن أنطون عبقري ومخترع وقدر يخترع عجلة متطورة. ولما بيحاول أنفريو يسبق أنطوان بيضغط أنطوان على زرار في عجلته، وقتها بيطلع دراع آلي وبيكسر عجلة أنفريو اللي بيقع على الأرض ويخرج من السباق. وبيكمل أنطوان السباق لوحده طبعا، ولكن فجأة بيظهر نيزك في السماء وبيصطدم بكوكب الأرض وبيسيب وراه غبار غامض، ووقتها بيستنشق أنفريو الغبار بتاع النيزك وبيحس بقوة خارقة وطاقة غريبة، ووقتها بيستخدم قوته وبيصلح العجلة بتاعته وبينطلق بسرعة كبيرة، وبيقدر يحصل أخوه أنطوان وبيخبطه بالعجلة بسرعة كبيرة، فبيطير أنطوان فوق وبيقع على الأرض وبتتدمر عجلته. فبيقول له أنفريو من النهاردة لازم تنفذ كلامي وما تفتريش عليا تاني، وبيسيبه وبيمشي. فبينصدم أنطوان من اللي حصل، وبتمر السنين وبنرجع لوقتنا الحاضر بعد ما الأخين أنطوان وأنفريو كبروا، وبنشوف وقتها أنطوان في المعمل وسط اختراعاته واقف مع ماك المساعد بتاعه، وبنعرف بعدها إن ماك ده فهمه على قده، وبيقول له أنطوان إنه اخترع الجهاز ده عشان يسحب بيه الغبار السحري وقت ما يمر النيزك مرة تانية، وإنه استنى اليوم ده كتير قوي وإنه قرب خلاص. وفي اللحظة دي بيدخل عليهم أنفريو وبيكون متضايق من أنطوان، وده لأن البدلة اللي اخترعها له أنطوان مش شغالة كويس، وبيقول له إنه لازم يصلحها لأنه عايز يعلن قدام العالم كله إنه بطل خارق، وبيرفعه لفوق بقوة خارقة وبيرميه على الأرض. فبيحاول أنطوان إنه يصلحها عشان يتقي شره. ومن ناحية تانية بنشوف طفل مع مامته عند الدكتورة، وبنعرف وقتها إن اسمه ويلي، وبيكون سعيد جدا. ولما الدكتور بيقول لهم إن بعد أيام مامته هتولد ولد، فبيقرر ويلي إنه يسمي الطفل اللي هيتولد تشارلي. ولما بيرجعوا البيت بنشوف ويلي سعيد جدا، وبيكون واضح إنه طفل ذكي ومتحمس جدا عشان يشوف أخوه أول ما يتولد، وبيقول إنه هيكون صاحبه. وبنعرف وقتها إن ويلي عنده أخت اسمها فيرا، لكنها بتفضل إنها تقعد في أوضتها وتتكلم دايما في التليفون مع أصحابها. وتاني يوم بنشوف مجموعة من الأطفال بيتنمروا على ويلي وبيكونوا عايزين يضربوه، لكن باباه بيجي وبينقذه منهم في آخر لحظة. وعشان كده ويلي دايما بيكون معجب بباباه وشايف إنه بطل شبه الأبطال الخارقين اللي بيشوفهم في القصص، وده علشان أبوه بيشتغل في الشرطة، وبيحلم ويلي إنه يشتغل في الشرطة في يوم من الأيام ويقبض على المجرمين. وفي الوقت ده التلفزيون وكل وسائل الإعلام بيهاجموا الشرطة بعد ما تم سرقة محلات أجهزة إلكترونية، والإعلام بيتهم الشرطة بالتأثير وإنهم دايما بيوصلوا متأخرين، وعشان كده الناس كلها بتتريق على والد ويلي وبيتهموه بالفشل. وبالليل بنشوف النيزك اللي عدى من 50 سنة بيقرب مرة تانية من الغلاف الجوي للأرض، وبيفضل أنطوان واقف مع ماك المساعد بتاعه مستنيين النيزك عشان يسحبوا الغبار السحري منه. لكن لما بيجي ماك يشغل الجهاز بيحصل فيه خلل وبيطير أنطوان في الهواء، وبيفشل في إنه يسحب الغبار السحري. وفي اللحظة دي بيتولد تشارلي وبيستنشق الغبار السحري كله من غير ما حد ياخد باله. وبعدها بيرجع أنطوان للمختبر بتاعه وهو متعصب جدا، وبيفضل يلوم ماك على اللي عمله. لكن فجأة بتجيله فكرة تانية، وهي إنه يصمم جهاز يمتص الطاقة من أي شخص، وبالتالي يقدر يمتص الطاقة من أخوه أنفريو وياخدها لنفسه. يا مان واطي انت. المهم تاني يوم بنشوف ويلي وهو طالع من المدرسة وبيكون متحمس جدا عشان يرجع البيت، وبيفضل مستني أبوه علشان ياخده، لكن أبوه مش بيجي. ومش بس كده، ده بيقابلوا الأولاد المتنمرين وبيفضلوا يتنمروا عليه ويضربوه. ولما بيرجع ويلي البيت بيتضايق جدا لأن محدش أصلا لاحظ إنه اتعور. ولما بيروح يكلم مامته بتقوله إنها مشغولة ولازم تكمل القصة المصورة اللي بتكتبها، وبتقوله يروح لباباه ويكلمه، لكن باباه بيكون شايل تشارلي ومش مركز معاه أصلا. ووقتها بيتضايق ويلي جدا وبيسأل باباه امتى هتكون فاضي علشان اتكلم معاك، فبيقول له باباه بعد 5 سنين ان شاء الله. فبيتعصب ويلي اكتر وبيدخل اوضته، لكنه بيتفاجئ ان باباه ومامته اخدوا اوضته وادوها لتشارلي عشان تبقى جنب اوضتهم ويسمعوا صوته لما يعيط. وفي اللحظه دي بيقول له باباه انه هينام في اوضه المكتب وانها من النهارده هتبقى اوضته. فبيتعصب ويلي لاول مره وبيحس بالغيره من اخوه، لكنه بيكون مضطر يروح اوضه المكتب. وبعدها بنشوف ويلي وهو بيلاعب تشارلي وبيكون شايف انه ملوش لازمه لانه مش بيعمل اي حاجه، وبيروح يسال مامته هو تشارلي هيتكلم امتى. وفي الوقت ده القوه الخارقه بتظهر على تشارلي وبيحرك الاشياء عن بعد لكن محدش بيشوفه. وبالليل بيلاحظ ويلي ان بابا معلق خريطه في مكتبه فيها مواقع كل حوادث السرقه اللي حصلت. فوقتها بيفضل ويلي يرتب المواقع دي ويربط الاحداث ببعضها ويجمع المعلومات، وبيقدر يتوقع مكان السرقه اللي جايه. وتاني يوم الصبح بيروح ويلي يقول لبابا كل المعلومات اللي استنتجها، لكن بابا كالعاده بيكون مشغول بتشارلي مش
مش بيسمع له وبيقول له إنه مشغول جدا. فبيحزن ويلي وبياخد شنطته عشان يروح المدرسة، لكن بيتفاجئ بمامته بتقول له إنه ياخد باله من تشارلي عشان عندهم مشوار مهم. وبنرجع تاني لأنطوان اللي بيكون اخترع آلة جديدة عبارة عن كرسي بيسحب القوة من أي شخص يقعد عليه، وطبعا بيخطط عشان يقعد أنفريو على الكرسي ويسحب كل قوته. وفي اللحظة دي بيدخل أنفريو وبيشوف الكرسي وبيقعد عليه، ولما أنطوان بيشاور لماك عشان يشغل الجهاز مش بيفهم يعمل إيه، لا ده فهمه على قده بجد بقى. لكن اللي بيحصل إن أنفريو بيقول إن ظهر عنده قوة تانية وهي القدرة على تصغير الأشياء، وبيجرب قوته على الكرسي وبيصغر حجمه خالص. ولما بيطلب منه أنطوان إنه يرجع الكرسي لحجمه بيقول له أنفريو إنه بيعرف يصغر بس ولسه ما اكتشفش إزاي يكبر الأشياء. وقتها بيحزن أنطوان، لكن ماك بيخفف عنه وبيقول له إنهم ممكن يقابلوا طفل خارق ويسحبوا منه قوته. اوبا، أول مرة تشغل دماغك يا ماك. المهم بعدها بنشوف ويلي وهو بيعتني بتشارلي، وده بعد ما باباه ومامته أجبروه إنه ياخد باله من أخوه الصغير. وعلى الرغم من كده إلا إن ويلي مش بيستسلم، وبيقرر إنه يروح على الموقع اللي توقع سرقته النهارده عشان يصور الحرامية وهما بيسرقوا. ولما بيتأكد إن تشارلي نايم بيقرر ياخده معاه ويروحوا على المكان. ولما بيوصلوا هناك بيشوف فعلا الحرامية وهما بيسرقوا، وبيتأكد إن توقعه كان صح وبيصورهم. لكن في الوقت ده بيعيط تشارلي بصوت عالي وبيحاول ويلي يسكته، لكنه بيفشل. وقبل ما يهربوا من المكان بيكتشف اللصوص وجودهم، ولما بيحاول واحد منهم إنه يضرب ويلي بيتدخل تشارلي وبيمنعه بقوة وبيطيره لفوق ويوقعه على الأرض. وساعتها بيتصدم ويلي جدا لما بيشوف إن أخوه بالقوة دي. ومش بس كده، ده بيفضل يضرب العصابة بقوة سحرية وبيقدر يطلع تلج من بقه يجمد راس واحد منهم اللي بيترعبوا كلهم وبيهربوا بسرعة من المكان. وبعدها بنشوف اللصوص وهم بيحكوا لأنطوان عن اللي حصل، وبيقولوا له إن في طفل عنده قوة خارقة هاجمهم ومنعهم من السرقة. واللي بنعرف وقتها إن أنطوان هو اللي ورا سرقة محلات الأجهزة الإلكترونية. ووقتها بيفرح أنطوان لأنه أخيرا هيقدر يجرب اختراعه وهيسحب قوة الطفل وياخدها لنفسه. وبنرجع تاني لويلي وتشارلي اللي بيوصلوا للبيت، وبنشوف قد إيه ويلي مصدوم ومتفاجئ لما شاف تشارلي بالقوة الخارقة دي. وقبل ما بيدخلوا من باب البيت بيكتشف إن تشارلي بيقدر يتكلم كمان، فبيتصدم ويلي أكتر وبيقرر يخبي الموضوع على أهله. وبيطلب من تشارلي إنه ما يتكلمش قدام باباه ومامته، لكن تشارلي مش بيسمع الكلام. ولما بيدخلوا البيت بيفضل تشارلي يتكلم، لكن ويلي بيحاول يغطي عليه ويداريه من مامته. ولما بتسأله مامته عن الصوت بيقول لها ده صوتي بس متغير شوية. وبعدها بنشوف سيدة اسمها فيونا وهي بتعرض على الشرطة بدلة وسلاح متطور جدا هيساعدهم في محاربة الجريمة، وبتقترح على الشرطة انهم يشتروا كميات من البدلة دي لانها هتطور من اداء رجال الشرطة وبالتالي هتقل معدلات الجريمة. وبنشوفهم وهم بيجربوها. وبنرجع تاني لويلي اللي كان بيسأل اخوه عن القوة اللي عنده، لكن تشارلي مش بيبقى عارف هو يقدر يعمل ايه بالظبط. فبيقول له ويلي انت بتقدر تتكلم وبتشيل حاجات تقيلة جدا، وبيسأله انت بتعرف تطير؟ فبيقول له تشارلي يعني ايه اطير؟ فبيطلب منه ويلي انه يخبي موضوع قوته الخارقة عن الكل، لان لو الاعلام عارف هيحبسوه في مختبر وهيفضلوا يعملوا عليه ابحاث. وبيقرر ويلي انه يدرب تشارلي على استخدام قوته، لان ويلي بيكون مقرر انه يسرق مجهود تشارلي وينسب البطولات كلها لنفسه. وفي الوقت ده انطوان وماك بيروحوا المستشفى وبيدوروا على سجلات الاطفال اللي اتولدوا في اليوم اللي النيزك مر فيه من الغلاف الجوي للارض، وبيعرفوا ان في طفل واحد بس اتولد يومها واسمه تشارلي. وتاني يوم بنشوف ويلي وهو واخد تشارلي وبيروحوا يتدربوا فوق السطح، وبيديله تيشيرت وبيقول له انهم هيتدربوا على الطيران زي الابطال الخارقين. وفي نفس الوقت بنشوف انطوان بيراقبهم وبيحضر جرعة سحرية، وبيقول ان لو تشارلي اخدها هيفقد القدرة على الحركة والكلام، وبالتالي هيقدروا يخطفوه ويحطوه على الجهاز ويسحبوا قوته. لكن ماك اللي ذكائه ما حصلش بيشرب الجرعة وبينام هو، وعشان كده بيضطر انطوان انه يأجل الخطة لتاني يوم. وبعدها بنشوف انطوان لما بيرجع البيت بيجيله انفريو وبيطلب من ماك انه يروح يهجم على ملاهي، وده لانه بيكون عايز يعمل عرض ويبين للناس انه بطل خارق وينقذهم. وبنرجع تاني لويلي وتشارلي وبنشوفهم قاعدين فوق سطح المبنى، وفي الوقت ده بيلمح ويلي عربية من العربيات اللي كانت بتقوم بعملية السرقة امبارح، وعشان كده بياخد تشارلي وبيقرروا يطاردوا العربية. لكن وقتها المتنمرين بيقابلوهم وبيحاولوا يضربوا ويلي، لكن تشارلي بيضرب واحد منهم بقوة، فبيترعبوا جدا من اللي حصل وبيهربوا بسرعة. وساعتها تشارلي بيحط ويلي جوه عربية الأطفال وبيجري بيه بسرعة جدا،
ووقتها بنشوف ويلي وهو منبهر جدا ومرعوب في نفس الوقت لحد ما بيلحقوا العربية. ولما بيحاول ويلي ينط على العربية كان هيقع على الأرض، لكن بيلحقوا تشارلي بسرعة وبيشدوا ويطلعوا فوق العربية. وبعدها بتدخل بيهم العربية جوه نفق وبيوصلوا للمخبأ السري للعصابة، وبيقفوا قدام باب سر كبير. ولما بيحاول ويلي يفتح الباب مش بيقبل الباب كلمة السر، فبيتدخل تشارلي وبيكسر الباب بكل سهولة. ووقتها بيشوفوا كميات من البدل المدرعة، وبنعرف وقتها ان ده المختبر بتاع أنطوان، وبنعرف ان هو رئيس العصابة. وفجأة بيسمعوا صوت حد داخل عليهم وبيستخبوا بسرعة، لكن ساعتها تشارلي بيحس ان مامته وحشته، وزي اي طفل طبيعي بقى بيفضل يعيط علشان يروح لها. فبتسمع العصابة صوتهم وبيعرفوا بوجودهم، لكن ويلي بياخد تشارلي وبيهرب بسرعة. وبيفضلوا العصابة يجروا وراه لكنهم مش بيلحقوهم، وبيقدر ويلي وتشارلي يخرجوا للشارع من فتحة المجاري ويهربوا منهم. وفي اللحظة دي بيوصل باباهم وبياخدهم معاه في عربيته، وبيلوم أنطوان على اللي عمله، وبيقول له إنه ما ينفعش ياخد أخوه الصغير ويطلعوا بره البيت من غير ما يقولوا هم رايحين فين. في الوقت ده بقى بيتصدم ويلي لما بيشوف باباه لابس نفس البدلة اللي شافها في المخبأ السري للعصابة. ولما بيحاول يقول لباباه على اللي شافه في اللحظة دي بيجي لباباه استغاثة إن في مجرم في مدينة الملاهي، فبيلف بالعربية وبينطلق بسرعة عشان يقبض على الحرامي. ولما ويلي بيقول لباباه إن ده فخ وإنه عارف مقر المجرمين، وقتها مش بيسمع له باباه كالعادة، وبيطلب من ويلي إنه يفضل في العربية وياخد باله من تشارلي. فبيتعصب ويلي جدا. وبنروح بعدها لمدينة الملاهي وبنشوف حالة من الذعر والخوف بين الأطفال، وبنشوف بعدها مجرم مقنع بيهدد الأطفال بقنبلة. وفي الوقت ده ويلي بيكون عارف إن ده فخ وبيبقى عايز يدخل ينقذ الأطفال، وعشان كده تشارلي بيقول له أنت طيب جدا، وبيقول له إنه بيتمنى لما يكبر إنه يبقى زيه لأنه بيساعد كل اللي حواليه من غير ما يفكر. ووقتها بيحس ويلي بالذنب لأنه كان بيعمل كل ده علشان يستغل أخوه وينسب كل شيء لنفسه، وبيقرر إنه يعترف له بالحقيقة. وعشان كده تشارلي بيزعل منه ومش بيرضى ينزل معاه من العربية، فبيضطر ويلي يواجه المجرم لوحده. وفي الوقت ده بيروح ديجو للمجرم لكنه بيتفاجئ بوجود القنبلة، وبيكتشف إنه مش معاه سلاح، فبيرجع بسرعة على العربية علشان يجيب السلاح. وساعتها بيستخدم البدلة اللي لابسها بطريقة غلط، فبيتكهرب وبيغمى عليه. وبعدها بنشوف ويلي وهو بيقرب من مكان القنبلة بكل شجاعة وبيتأكد إنها مش حقيقية، فبيعرف إن كل اللي بيحصل ده خدعة. وفي نفس الوقت تشارلي كان بيحاول يفوق باباه، وعشان كده بيعض في صباعه، فبيفوق باباه وبيدخل بسرعة على الملاهي وبيستخدم البدلة وبيضرب المجرم اللي بنعرف إنه ماك، وبيقبض عليه كمان، وبيقدر يوقف القنبلة اللي هي المزيفة أساسا. والأول مرة الناس بتعتبر ديجو بطل، ووقتها بيقول إن الفضل يرجع لابنه الصغير تشارلي لأنه قدر يفوقه من الإغماء. وبيتشهر تشارلي وبيبقى أشهر طفل. ومش بس كده، فيونا كمان بتسوق للبدل وبتقول إن بفضلها ديجو أداؤه اتطور وقدر يقبض على المجرم. ولكن ويلي هو الوحيد اللي بيكون عارف إن أنطوان هو المجرم الأساسي، وده لأنه شافه قبل كده. وطبعا محدش بيصدقه وكل الناس بتتريق عليه، فبيتضايق جدا. وفي يوم من الأيام بنشوف أنطوان وهو مستني ويلي بعد المدرسة، وبيقول له إنه كان عايش في نفس اللي هو فيه، وإن الناس كلها كانوا بيتريقوا عليه لأن أخوه الصغير عنده قوة خارقة وهو لأ، وبيعرض عليه إنه ممكن يساعده ويخلي عنده قوة خارقة، وبيديله ورقة فيها عنوان وبيقول له فكر في كلامي وأنا في انتظارك. فبياخد ويلي الورقة وبيسيبه وبيمشي. ولما بيرجع ويلي البيت أهله بيتجاهلوه وبيعاملوا تشارلي على إنه بطل. وفي الوقت ده بيعرف ديجو إنه اترقى في الشغل، وبيحاول ويلي إنه يشرح له للمرة المليون الحقيقة، لكن أبوه مش بيسمعه وبيقول له إنه مش فاضي. فبيروح لتشارلي بيحاول يقول له، لكن تشارلي بيقرأ مذكرات ويلي بالغلط وبيتضايق منه لما بيعرف إنه فعلا كان بيخطط علشان يستغله ويبقى مشهور على حسابه. وعشان كده تشارلي بيستخدم قوته وبيطرده بره الأوضة. وبعدها ويلي بيفضل قاعد حزين وزعلان وبيقول إنه وحيد، وإن كل الناس مهتمة بتشارلي لأنه بطل وناسين إنه هو الذكي، وهو كمان اللي اكتشف المخبأ السري للعصابة. فبيقرر إنه يروح يقابل أنطوان عشان يبقى عنده قوة خارقة. وفعلا بيروح ويلي لأنطوان على العنوان المكتوب في الورقة، واللي بيكون عبارة عن كرفان في الشارع. ووقتها بيدي أنطوان الجرعة السحرية وبيفهمه إن أخوه بمجرد ما ياخد الجرعة هيفقد قوته وهو اللي هياخدها. وفعلا ويلي بياخد الجرعة وبيروح لتشارلي وبيقول إنه بيعمل كده علشان ينقذ المدينة من الأشرار، وده لأنه ذكي، لكن الذكاء من غير القوة الخارقة محدش هيصدقه. ووقتها بنشوف ديجو وهو بيجهز عشان يحضر حفلة منظماها فيونا عشان يحتفلوا بنجاح البدلة الجديدة، وطبعا بيصمم إن تشارلي يكون موجود معاه. وفي الأثناء دي ويلي بيلاحظ إن أخوه تشارلي بقى تعبان وبيقلق عليه جدا، وبيروح يقول لمامته إن تشارلي مش بيتكلم، فبتقول له
مامته ده حاجة طبيعية لأنه لسه صغير مش هيتكلم يعني. وطبعا مامته مش بتلاحظ أي تغيير لأنه بيكون بيتصرف زي أي طفل طبيعي في سنه. لكن ويلي بيقلق جدا على أخوه الصغير وبيروح لأنطوان وبيسأله عن الجرعة، فبيقول له أنطوان إن خدعه وبيحبسه وبيسيبه وبيركب عربيته وبيمشي عشان ينفذ خطته. ما شاء الله على أنطوان، كل مرة بيثبت إن هو واطي أكتر من المرة اللي قبلها. المهم بعدها بنشوف أنطوان اللي بيستغل فرصة إن تشارلي فقد قوته بشكل مؤقت وبيروح لمامته وبيقول لها إنه هو السواق بتاع الليموزين اللي هياخدهم ويوصلهم للحفلة، وفعلا بيركبوا معاه. وقبل ما يتحركوا من المكان بيوصل ويلي اللي بيكون قدر يخرج من المكان اللي كان محبوس فيه ورجع البيت علشان ينقذ تشارلي. وفي اللحظة دي بيشوفوا أنطوان وبيخبط عجلة ويلي بالعربية وبيكسرها وبيسيبه وينطلق بالعربية. ولكن في الوقت ده بيظهر الولد اللي كان دايما بيتنمر على ويلي وبيقول له خد عجلتي، فبيشكره ويلي وبينطلق بالعجلة ورا العربية. وبنرجع تاني لأنطوان اللي بمجرد ما بيوصل لمكان الحفلة بياخد تشارلي وبيقول لمامته إنه هيعتني بيه لحد ما يجي ميعاد دخوله للمسرح. ووقتها بيقدر ويلي إنه يتسلل وبيدخل وبيشوف أنطوان وهو مقعد تشارلي على الجهاز وبيسحب منه قوته الخارقة. لكن ويلي بيقدر يستبدل الكوباية اللي فيها السائل السحري بفنجان قهوة اللي بيشربه أنطوان من غير ما يلاحظ الفرق. وأول ما بيدخل أنفريو بيفضل أنطوان يقول له أنا من النهاردة مش هسمع كلامك تاني، أنا خلاص زهقت من إني أكون تابع ليك، وبيضربه بكل قوته. لكن انفريو بيشيله وبيرميه جوه الأوضة. ووقتها أنطوان بيتأكد من إن ما عندوش أي قوة خارقة. وبعدها بيقول انفريو إنه هيتحول لشكل فيون عشان يقنع الشرطة إنهم يشتروا البدل اللي اخترعها أنطوان. وبيسمعوا ويلي، وساعتها بيقرر إنه يدي الجرعة السحرية لتشارلي عشان يرجع قوي زي ما كان. وبعدها بيخرج ويلي وبيقول قدام الناس كلها إن الشرطة مسكت المجرم الغلط، وبيقطع العقد بتاع بيع البدل الآلية وبيقول إن فيونا هي انفريو. ووقتها الناس كلهم بيقعدوا يضحكوا على ويلي. وساعتها ويلي بيدوس على زرار البدلة وبيتحول انفريو قدام الناس كلها، فبيخافوا وبيترعبوا منه. وعشان يخوفهم اكتر بيبدأ يهاجمهم ويستخدم أشعة الليزر وبيدمر جزء كبير من المكان. وبعدين بياخد ويلي وبيطير بيه المكان عالي جدا وبعدها بيرميه. وفي اللحظة دي بيطير تشارلي وبيمسك أخوه قبل ما يتصدم بالأرض وبيستخدم قوته الخارقة وبيتخانق مع انفريو. وبتحصل خناقة كبيرة بينهم وانفريو بيقدر يغلب تشارلي وبيكون على وشك انه يطلق عليه أشعة التصغير ويصغره في الحجم. لكن ويلي بيحدف له صينية وبيستخدمها تشارلي وبيعكس إشعاع التصغير على انفريو وبيصغره في الحجم. ومش بس كده، دول بيقعدوا انفريو على جهاز امتصاص الطاقة وبيمتصوا كل طاقته وبتقبض الشرطة عليه. وبعدها تشارلي بيستخدم قوته وبيسيطر على كل اللي موجودين وبيمسح ذاكرتهم. وفي النهاية محدش بيعرف حقيقة تشارلي غير أخوه ويلي. وبكده يكون توتا توتا خلصت الحدوتة. وفي النهاية إذا عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتعمل سبسكرايب لقناة موفي تونز وتفعل الجرس. وما تنساش لو بتحب الكرتون يبقى مكانك في موفي تونز. وسلام.